الغشاء التاموري ده مهم جدا لعمل القلب عشان يعمل بطريقة صحية سليمة تامة. الغشاء التاموري لو انت جيت تفكر ببساطة، القلب عضو متحرك. العضو المتحرك لو في مكان ممكن يتحرك، فلازم يبقى له حاجة تثبته. طيب العضو المتحرك ده ممكن يحتك بالأعضاء المحيطة به. القلب مثلا بين الرئتين، القلب مثلا وراه الشريان الأورطة أو المريء، فهيقعد الاحتكاكات دي هتعيق عمله. ده رقم واحد. كلجام مثلا. مش لجام، اسمه ليبريكانت، اللي هو حاجة بتسهل. هو زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان هو طبقتين. الطبقتين دول طبقة خارجية وطبقة داخلية، وبينهما سائل مرطب او سائل بيشحم يعني عشان الحركة تبقى انسيابية. الطبقة الخارجية اكثر سمكا طبعا عشان اسمها فايبرس، يعني بتبقى ليفية. الطبقة الداخلية زي قشرة البرتقالة زي مثلا ممكن يعني مع فارق يعني فيها ممكن طبقة خارجية وطبقة داخلية. طبقة الخارجية وطبقة الداخلية، وبينهما سائل اسمه السائل المصلي او البريكارديال فلويد. ده بيبقى سائل بسيط بيسمح بالحركة الانسيابية للقلب ان هو يتحرك براحته، ما يبقاش فيه حاجة بتعيقه. يعني انت لو جايب جسم متحرك وحاجة جامدة جنبه هتعيق الحركة، او هيحتك فيها كل شوية ده يبوظ. فربنا سبحانه وتعالى عشان كده اخترنا النهاردة عنوان حلقتنا بالصورة دي، ان احنا يعني حاجة زي البريكارديوم دي او الغشاء التاموري او التامور بنقربه للسادة المشاهدين ان القلب مش بس عضلة وصمامات وشريان تاجي، لا ده فيه. هو لو اي حد خطر على باله ازاي القلب ده بينقبض وينبسط دون ان يحتك بالاعضاء المجاورة ليه بهذه الانسيابية، و70 دقة في الدقيقة في 60 ساعة 60 دقيقة في العمر كله، ازاي بينقبض وينبسط ويتحرك بهذا الثبات وهذه الليونة وهذه المرونة.